لعل من المرات القليلة أو النادرة التي تتفق فيها أسرة كرة السلة السورية قاطبة على موقف واحد وعلى رأي واحد، وهو إعلان حالة الحزن على المهندس باسل حموي رحمة الله عليه. لما بنقول باسل حموي بنحكي كتير قيم ومبادئ وأخلاق وأخلاقيات وصدق ووفاء وانتماء وعطاء وعلم وثقافة وتضحية ومحبة وعطف وصدق. كل هالنقاط أو كل هالمعاني كلها تجتمع في شخص واحد اسمه باسل حموي. المهندس باسل حموي رحل، ولكن يبقى عمله خالد ويذكر فيه للمهندس باسل حموي. بيقولوا اذكروا محاسن موتاكم. رحمة الله عليه إلي شخصيا أكثر من تجربة معه، وكل مرة كنت أزداد إعجاب ومحبة واحترام وتقدير لهالإنسان الكبير. بيوم من الأيام تم تكريمي من قبل الاتحاد السوري لكرة السلة وفي صالة الفيحاء وخلال المباراة النهائية لبطولة سوريا بكرة السلة وأمام الجمهور الذي يملأ صالة الفيحاء بأكملها. فرحة كبيرة كتير أن يتم تكريم المرء على مرحلة من حياته بعطاءاته، ولكن الفرحة الأكبر والفخر الأكبر لما وجدت بجانبي أو وجدت نفسي بين نخبة من الناس المكرمين لعطاءاتهم بكرة السلة السورية، سواء فنيا أو إداريا أو تحكيميا. والفخر الأكبر والتكريم الحقيقي كان لما وجدت نفسي بجانب المهندس باسل حموي. صدقا اعتبرت هذا تكريم بحد ذاته. كان بالنسبة لي تكريم أن أقف بجانب قامة رياضية كبيرة بكل ما تحمله وتعنيه من قيم وسجايا بجانب هالإنسان، فكان تكريم بحد ذاته لا يقل عن فرحتي بالتكريم اللي نلته بهداك اليوم. باسل حموي القامة، ولكن رح أتحدث عن باسل حموي العطوف، الأب. باسل حموي بيوم من الأيام لما نتوفى عملاق كرة السلة بنادي الأهلي، العملاق السابق عبد القادر فتوح، إنسان خلوق وإنسان محبوب كتير كتير، ولكن توفى بحادث أليم. طبعا كان المهندس باسل حموي في مقدمة المشيعين والمتأثرين، وبعد الدفن وإجراءاته عاد إلى البيت حزين وسرعان. طبعا الحديث تفاصيل أخذتها من أحد أبنائه آنذاك. دخل على بيته، استحضر ألبومات الصور وفتحها وصار يتذكر صور عبد القادر فتوح الله يرحمه، وبكى بحرقة وبشدة، لأنه الأب ولأنه القلب الكبير ولأنه بيعتبر اللاعبين كلهم أبنائه كلهم بيخصوه. فهذا باسل حموي الأب العطوف الحنون. الموقف الثالث باسل حموي الإنسان الصادق الخلوق الأمين المؤتمن. بيوم من الأيام وبإحدى الجلسات الرياضية، وجلسات الرياضيين دائما لا تخلو من الفكاهة والطرف والحديث الجميل والذكريات وبما فيها شيء من الشلي، وما بيبقى حدا ما بينزل بالمقلاية لينحكى عنه. 3 ساعات جلسة كاملة حديث ودي، ومجموعة من الناس الرياضيين الكبار والقدامى واللي لهم تجارب كبيرة كتير كتير. 3 ساعات من الحديث، يعني شخصية رياضية مميزة ما دخلت كان لها وجود بالحديث وتم تناولها بشكل أو بآخر، طبعا من باب الطرافة ومن باب الفكاهة ومن باب الأحداث والأحاديث. الكل أدلى بدلوه والكل تحدث، وحده المهندس باسل حموي الذي أبى أن يتحدث عن أحد.
أو أن يتناول أحد ولو من باب الطرفة ولو من باب الدعابة ولو من باب الفكاهة. وكتير حاولوا تذكيره، شو صار معك يوم القصة الفلانية، شو عمل معك فلان، شو صار، أبدا كان يكتفي بالابتسامة فقط، لأنه إنسان صادق، لأنه إنسان أمين، ولأنه إنسان صاحب ود وصاحب وفاء وما اعتاد يغتاب حدا. هذا هو المهندس باسل حموي رحمة الله عليه. خسارة كبيرة لم ولن تعوض. نأمل بالأجيال اللاحقة أن نرى من يجيد فن الأخلاق والعطاء والوفاء والصدق والأمانة والإخلاص، ويحمل سجايا المهندس باسل حموي. فكم نحن بحاجة لهكذا عمالقة في رياضتنا. رحمة الله عليك يا مهندس باسل حموي، وبالتوفيق لكل من يعمل لكرة السلة السورية، وعلى أمل أن تلتقي أسرة كرة السلة السورية مجددا وتتفق على موقف واحد ورأي واحد، ألا وهو مصلحة كرة السلة السورية عموما.